الأهلي يفوز على غزل المحلة بنتيجة 1-0 رغم النقص العددي والطرد مع منتصف الشوط الثاني. هدف لإمام عاشور من ضربة ثابتة أو فاول ثابت. كورة جميلة جدا بجد. وبصراحة أنا كنت زعلان أصلا إن من بعد إصابة وسام أبو علي وإصابة يحيى عطية الله، كريم الدبيس شاط كوره كده في المباراه اللي فاتت فاول، ويعني واحده كانت قريبه واحده كانت بعيده، بس مفيش تركيز. يعني هو شايطها بس ما كانش فيها تركيز، او الكره التانية بالذات. النهارده امام عاشور الحمد لله، يعني كده انا يعتبر شبه مطمن على موضوع الركلات الثابته. دلوقتي يبقى في كريم الدبيس وفي امام عاشور وفي اصلا قفشه وفي كمان يحيى عطية الله ومفروض وسام كمان. فالحمد لله موضوع الركلات الثابته دي الواحد يعني بقى شبه مطمن منها، برغم ان الاهلي ما كانش اصلا عنده كتير بيشوط ركلات الثابته. الماتش النهارده بيتهيألي هو ماتش يعني عادي جدا. عادي برضو فرقة غزل المحلة عملت زي فرقة بتروجيت، لعبت قدام الجيم مفتوح الشوط الأولاني وهاجمت، بس مع الأسف الأهلي معرفش يستغل، أو يمكن الضغط بتاع غزل المحلة في الشوط الأولاني بعد الثلاث هجمات بتوع الأهلي في بداية المباراة فاجئ الأهلي، أو يمكن أداء غزل المحلة فاجئ الأهلي وفاجئ مارسيل كولر. اللعيبة على ما ركزت كان فات حوالي بتاع 25 دقيقة 30 دقيقة حاجة كده، يعني فات أكتر من نص الشوط، نص ساعة. بدأوا يمسكوا الكرة تاني، بس برضو ما فيش الهجمات الخطرة قوي زي أول ثلاث هجمات. لسه الأهلي عاوز الهجمة اللي تيجي تخلص بهدف. ثلاث هجمات ما ينفعش، ثلاث هجمات يجوا أو ثلاث فرص يجوا ما يخلصوش بهدف واحد. يعني ثلاث فرص ما يخلصوش بهدف صعبة، صعبة على مهاجمين الأهلي. بعد الطرد كولر عمل التغييرات برضو اللي انا شايفها غريبه. يعني تغييرات انا شايفها غريبه. يعني شلت قفشه وامام عاشور بحاجه. طب انا هقول ان انت عايز تريحهم، يعني انا هفسر التغييرات دي، انت عايز تريحهم. بس بجانب كده انت خليت غزل المحله ماسك المباراه، وكان هيخطف هدف في الاخر. غير اصلا هو كان اصلا بيلعب معاك ند بالند في طول المباراه، هجمه هنا وهجمه هنا. الشناوي بصراحه النهارده متالق بامانه. امام عاشور رغم ان هو اللي هو اللي احرز الهدف بتاع الاهلي، بس اناني. يعني النهارده انن قوي قوي، يعني اكتر كمان من المباراه اللي فاتت. لكن النهارده انن قوي، منهم الكره اللي دخل بيها ومنهم كره تانية المفروض كان نعرضها لقفشه. بس النهارده الميزه الوحيده ان الاهلي في وهو مضغوط او ناقص منه واحد مفيش ارتباك. دي الميزه اللي انا شفتها النهارده في الاداء بتاع الشوط الثاني او بعد الطرد بالظبط. الاهلي طرد منه العش، اللي لسه مصمم برضو على عند رايي ان هو، انا حاسس ان هو مغرور، مش واثق في نفسه، لا ده غرور. بالرغم من طرده اللي هو الاهلي حافظ على تماسكه. التغييرات حتى لما اتعملت، بالرغم ان انا مش شايفها ان هي مش احسن حاجه، لكن دي رؤيه مدرب. فضل الاهلي متماسك، اي نعم الاستحواذ راح لغزل المحله، ولكن بدون اخطاء وبدون هجمات خطره قوي. يعني بدون هجمات خطره قوي، مش زي ما الفرقه كانت كامله والشناوي شايل انفراد. يعني مش زيها كانت كان استحواذ بدون هجمات اخطر. يعني الهجمات الاخطر كانت اما الفرقه كانت كامله والاهلي كان قصادهم كامل. اكدت برضو ان جراديشار لعيب لمسته جميلة جدا جدا، عاوز بس مساعدة مش اكتر من كده، عاوز مساعدة. كريم الدبيس برضو لا يزال رأيي عنده ان هو لعيب النادي الاهلي، ابن من ابناء النادي الاهلي، لعيب هيفضل كبير. هو كبير وهو صغير بيلعب منتخب، ولو فضل واستمر في الاهلي بمستوى دوت هيبقى لعيب كبير جدا. هيعوض بصراحة، هيعوض بصراحة الإصابة اللي موجود فيها، اللي فيها علي معلول أو بتاعة يحيى عطية الله. في النهاية ألف مبروك الأهلي وجماهيره، وألف ألف مبروك للروح اللي موجودة النهاردة. أنا شايفها مختلفة زي الماتش اللي فات بتاع بتروجيت. مبروك للأهلي وجماهيره، وتصبحوا على ألف خير يا أهلاوي.